السلام عليكم، كيفتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو ديال هذا النهار ان شاء الله فحال دائما نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا النهار غنشارك معكم الطريقه ديالي في تحضير السفوف او سلو. كيف ما كتعرفوا اي دار مغربيه ما يمكنش تخطاها السفوف في رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه وباليمن وبالبركات ويتقبل منا صالح الاعمال ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اخوتي غادي نحتاجو هنا عندنا نصف كيلو ديال اللوز بالقشور ديالو اللي كنمسحوه بواحد الخريقه وكندخلوه للفرن مسخن مسبقا كنخليوه حتى كيتحمر معنا. كيف ما كتلاحظوا كيرجع اللون ديالو وردي ملي كنقطعوه. غادي نطحنوه جيدا حتى يولي معنا بحال بخاليني كيف ما كتلاحظوا في الصوره. كذلك نصف كيلو اخر ديال اللوز اللي هو سلقناه وقليناه وغنطحنوه كذلك مدردش. غنحتاجو كيلو ديال الزنجلان اللي غنطحنوه كذلك والزرارة. طبعا اي حاجه كنجيبوها مسبقا كنغسلوها ونيبسوها ونقيوها عاد كنحمروها. بالنسبه للزرارة ديالي عملت حبه حلاوه 5 دراهم والنافع 5 دراهم والكرويه 5 دراهم. كنحمر كل شيء كل حاجه بوحديتها وكنطحنها جيدا بحال حتى كتولي معنا فحال الطحين يعني كيف ما كتلاحظوا كنطحنوها مزيان وكنغربلوها. بالنسبه حبه حلاوه والكرويه والنافع غادي نعملو 3 المعالق كبارين اخوتي باش كتجينا السفوف ديالنا مقوم. كذلك عندنا كيلو ديال الدقيق نوع جيد اللي حمصته في الفران وغربلته كذلك. كنحتاجو 3 المعالق ديال القرفه. هذا هو اللوز اللي قليناه دردشته وهذا هو البخاليني. لاحظوا معايا كيف كيرجع سائل حتى هو كيطلق الزيت ديالو باش كيتعلق معنا السفوف. هنا الجنجلان اللي طحنته حتى هو رديته بخاليني يعني حتى هو كيطلق الزيت ديالو كيف ما كتلاحظوا. وكنحتاجو واحد الجوز الطيب غادي نحكوها ونصف كيلو ديال الزبده اللي غندوبوها نردوها نوازيت. كذلك نصف كيلو ديال السكر كلاصي نوعيه جيده. بالنسبه للسكر كلاصي حتى هو كنغربلوه جيدا. هنا عملت المسكه الحره اللي دقيتها مع قليل من السكر كتضيفنا واحد الطعم وواحد النكهه ما شاء الله. كنصب جميع المكونات ديالي فوق الدقيق المغربل مسبقا. هنا السكر ديالي بحال اللي قلت لكم ضروري كتغربلوه. وبالنسبه للسفوف يعني كل منطقه في المغرب عندها طريقه خاصه بها. انا شاركت معكم الطريقه ديالي اللي كنعمل كل عام. بالنسبه هذا العام اكتفيت بالسكر كلاصي فقط حيث ممكن انكم تضيفوا العسل يعني اختياري. هنا الزنجلان اللي خليته حبوب خليت غير طويصه. بالنسبه للوز ديالنا اللي قليناه دردشته يعني باش يباننا في السفوف وكنحتفظوا بقليل من اللوز حبوب باش نزوقوا من الخارج. ضفت هنا نصف لتر ديال الزبده المذابه جيدا وغادي نخلط السفوف ديالي. كيف ما تعرفوا اخوتي عفوا السفوف دائما خصو الدليك خصو يعني بين يدكم. انا دابا حاليا غادي نبدا غير بهاد المعلقه خشبيه وموراها غادي نشبرو بين يدي زين ومليح. غادي نبقى نحكو كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيدخل فيه جميع العناصر وجميع المكونات وكيجي ما شاء الله اللهم زيد وبارك. ونتمنى من هذا المنبر نبارك لكم العواشر. مبروك عليكم العواشر اخوتي وربي بلغنا العزيز رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. وكل عام وانتم بألف خير وشكرا جزيلا على لي كومونتيرات ديالكم المحفزه اخوتي. الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام.